وكذلك العهد مع ولاة الأمور، فمن عاهد ولي الأمر وجب عليه أن يفي بعهده وأن يسمع ويطيع، سواء عاهد هو أو عاهد أهل الحل والعقد، فهو تابع لهم وهو من أمتهم ومن دولتهم، فيلزم الجميع السمع والطاعة بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا لم يكن أمر بمعصية تجب طاعته، لأن الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وكذلك الأمر الأخير وهو ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، والأئمة يراد بهم الولاة ويراد بهم العلماء، ما لم يحكم الجميع من الولاة والعلماء ما لم يحكموا بشرع الله وبكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا جعل الله بأسهم بينهم وسلط بعضهم على بعض، كما تشاهدون من التعارك الآن بين الدول الإسلامية من المشاحنات والمهاترات والتهديدات، كل ذلك بسبب أنهم تركوا الحكم بما أنزل الله فسلط الله بعضهم على بعض.